وسط إجراءات أمنية مشددة انتظمت الدراسة اليوم بجميع مدارس محافظة شمال سيناء، وذلك بعد تأجيلها ل4 مرات متتالية للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة. هذا وقد انتظمت الدراسة في جميع المدارس وسط مشاركة القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة حول المدارس. وللاطمئنان على سير العملية التعليمية في محافظة شمال سيناء ينضم إلينا هاتفيا السيد المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور. سيادة المحافظ، بعد التحية، كيف يبدو الوضع في المحافظة مع بدء اليوم الأول للدراسة في محافظة شمال سيناء، وماذا عن عمليات تأمين المدارس؟ أولا أنا بقول لحضرتك إن شاء الله يعني الحالة حاليا في المدارس نعم. كما نأمل. المدارس كلها بدأت النهاردة في 6 مراكز بإجمالي 534 مدرسة. تم تفقد بعض المدارس داخل مركز العريش، ووكيل الوزارة بتفقد ورؤساء مجالس المدن باقي المراكز. أنا كنت سعيد فعلا النهاردة، يعني شايف الفرحة على وجه التلاميذ سواء في مراحل الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، والمدرسين كانوا سعداء ببدء الدراسة في هذا اليوم الحمد لله. نعم. يعني الحمد لله، يمكن عشان برضو أول يوم النهاردة يعني متوسط نسبة الحضور في المدرسين بالضبط يعني في حدود 90%، والطلاب في حدود من 80 ل 85%. طيب. عارف طبعا أول يوم ده بيبقى يعني في بعض التخوفات، ولكن ده بيشجع في نفس الوقت ان الناس باذن الله من بكره هيبقى النسبه 100% ان شاء الله. طيب سياده المحافظ، ترددت انباء يا فندم عن محاولات بعض اعضاء تنظيم المحظوره تعطيل سير العمليه التعليميه في بعض المدارس، فكيف تم التعامل مع هذه الظاهره؟ لا، هو كان في مدرسه، كان في بعض الطلبه خارج المدرسه، ولكن يعني تم السيطرة وتم دخول جزء منهم المدرسة. نعم. ويعني كانوا في حدود من 50 ل 70 واحد يعني. نعم. الحمد لله، ده حاجة فريدة داخل مدينة العريش الحمد لله. نتمنى إن شاء الله عاما دراسيا سعيدا لأبناء محافظة شمال سيناء. سيد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.